بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. طبعا زي ما اتفقنا ان شاء الله هنكون موجودين معاكم على قناه اليوتيوب، هنكون موجودين معاكم هنشرح المنهج من اوله بالتفصيل، وفي دروس او في مناهج هنبدا نشتغل على الوحدات اللي اتشرحت، هنبدا نعمل لها مراجعات. يعني مثلا الوحده الاولانيه في الجبر في اولى اعدادي، الوحده الاولى في الجبر ثانيه اعدادي، الوحده الاولى زي ما نزلنا لكم قبل كده الوحده الاولى في جبر اولى ثانوي، هنراجع ان شاء الله. وبالنسبه في مفاجاه كده جميله لطلاب الصف الثالث الثانوي ان شاء الله، انتظروها قريبا ان شاء الله. ولكن دلوقتي هنبقى موجودين في مراجعه الوحده الاولانيه جبر للصف الثالث الاعدادي ان شاء الله، مراجعه مهمه على اجزاء الوحده الاولى كلها، كل تفاصيلها، كل اللي موجود فيها، فان شاء الله تستفاد معانا. بس بالله عليك لو انت مذاكر الدروس كويس حاول تتفرج على الفيديو ده، لو انت مش مذاكر اتفرج على الدروس دي قبل كده او ذاكرها وبعد كده اتفرج معايا، لان دي مراجعه، فاحنا هنراجع اللي احنا خدناه قبل كده. طبعا في الوحده الاولانيه كان عندك شويه حاجات بتتكلم على اول درس، بيتكلم على حاجه اسمها حاصل الضرب الديكارتي. فحاصل الضرب الديكارتي كان بيتكلم ان انا معايا مجموعه عاوز اضربها في مجموعه ثانيه، ولكن قبل ما اتكلم على حاصل الضرب الديكارتي لازم افكر حضرتك بمعلومه مهمه قوي، بتتكلم على حاجه اسمها الزوج المرتب. الزوج المرتب ده كان بيبقى عباره عن كده، بيتكون من حاجتين س وصاد. الرقم الاولاني ده بنسميه المسقط الاول، والرقم الثاني بنسميه المسقط الثاني. لو انت عندك بقى زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يعني ده اسمه زوج مرتب بيتكون من حاجتين. لو انا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب تاني الف وب مثلا، فده زوج مرتب وده كمان زوج مرتب، انت بتستفاد ايه؟ قال لك بستفاد حاجه، ان المسقط الاولاني هنا اللي احنا سميناه الاول بيساوي المسقط الاولاني هنا اللي هو الف، يعني السين هتساوي الالف. المسقط الاولاني اللي هو س والمسقط الاولاني اللي هو الف، وهاخد المسقط الثاني اللي هو صاد اساويه بالمسقط الثاني اللي هو ب. بس هو طبعا مش هجيبها لك بالسهوله دي في الامتحان، بس انت حضرتك هتبقى عارف ان الزوج المرتب بيتكون من حاجتين س وصاد، الاولاني ده بنسميه س والثاني بنسميه صاد. فلو انا عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب هستفاد ايه؟ ان المسقط الاولاني هنا بيساوي المسقط الاولاني، والمسقط الثاني بيساوي المسقط الثاني، الرقم الاولاني بيساوي الاولاني والرقم الثاني بيساوي الثاني، واجيب السين والصاد. تعالى بقى كده نشوف مثال. مثلا في المثال اللي قدامك ده هنا عاوز اعرف السين بكام والصاد بكام. انا عندي زوج مرتب، فين المسقط الاولاني؟ ما تستغباش وتقولي س، لا هو المسقط الاولاني اسمه س زائد واحد اللي قبل الفاصله ده، اساويه بالمسقط الاولاني اللي اسمه 3، فيبقى س زائد واحد بيساوي 3. واخد المسقط الثاني، فين المسقط الثاني؟ اللي هو الخمسه، اساويه بالمسقط الثاني اللي اسمه صاد ناقص واحد، فهكتب صاد ناقص واحد بيساوي 5، هي 5 بيساوي صاد ناقص واحد. بس انا بحب الشكل ده، ان السين تبقى في الاول وبعد كده هنا برضو الصاد تبقى في الاول. هجيب السين من هنا، اقول له السين بتساوي 3 ناقص واحد تطلع ب2، يبقى انت كده جبت السين ب2. طب لو انا عاوز اجيب الصاد من هنا نفس القصه، اقول له صاد بتساوي 5 زائد واحد يطلع ب6 يا استاذ. كده انت جبت السين بتاعتك ب2 وجبت الصاد بتاعتك ب6، انت كده جبت السين والصاد. لو انا حبيت اصعب الدنيا شويه مش هقول لك هات لي السين والصاد، بص هقول لك ايه؟ هقول لك هات لي دي. هنا قايل لك نفس القصه، اذا كان س زائد 5 و7 بيساوي 8 وصاد زائد 3، عاوز منك مين؟ جذر س تربيع زائد صاد تربيع. سيبك من اللي هو عاوزه دلوقتي، احنا هنعمل نفس القصه، احنا عاوزين نجيب مين؟ س وصاد، او ماخد المسقط الاولاني من هنا ساويه بالمسقط الاولاني من هنا. اقرا كده، فين المسقط الاولاني هنا؟ ايوه صح، يبقى س زائد 5، س زائد 5 اساويه بالمسقط الاولاني هنا اللي هو 8. اخد المسقط الثاني، فين المسقط الثاني؟ 7، والمسقط الثاني هنا صاد زائد 3، يبقى صاد زائد 3 بيساوي 7 يا استاذ. يبقى انت بتاخد المسقط الاولاني بيساوي الاول، وباخد الثاني اساوي بالثاني. تعالى حل لي دي معادله يلا. الس بتساوي 8 ناقص 5 يطلع ب3، كده انت جبت الس ب3. هات لي الصاد، اقول له صاد بتساوي 7 ناقص 3 يطلع ب4، انت كده جبت السين وجبت الصاد. لو هو عاوز منك السين والصاد انت كده كتر خيرك وزي الفل. ثم هو عاوز مين؟ عاوز العك اللي هناك ده اسمه جذر س تربيع زائد صاد تربيع. عوض يلا يا بيه، شيل السين وحط الرقم بتاعها. السين بكام؟ 3 صح، تبقى 3 تربيع زائد الصاد بكام؟ ب4 تبقى 4 تربيع. واشوف دي على الاله الحاسبه هتطلع معاك بكام؟ هتطلع معاك ان شاء الله ب5. كده انت جبت السين والصاد. يبقى بنتكلم على الزوج المرتب، الزوج المرتب ده بيتكون من حاجتين س وصاد، او مسقط اول ومسقط تاني. انت عشان تجيب السين والصاد بتاخد المسقط الاولاني مع المسقط الاولاني، وتاخد المسقط الثاني مع المسقط الثاني، واجيب منهم السين والصاد. بعد كده اروح اشوف بقى وعاوز ايه؟ عاوز س تربيع زائد صاد تربيع اعوض، عاوز 2 س صاد اعوض. المهم اجيب، المهم في الفكره ان انا اجيب السين والصاد. طب وبعد كده قال لك نخش بقى على حاصل الضرب الديكارتي. قال لك ايه حاصل الضرب الديكارتي؟ كان بيقول ايه؟ لو انا عندي مجموعتين وليكن اسمها المجموعه 2 و3 اللي هي س يعني، ومجموعه ثانيه اسمها صاد هي عباره عن 3 و4 و5، هو عاوز منك مين؟ س في صاد. ما تقوليش بقى اضربهم ازاي، ده اسمه ضرب ديكارتي.
فكنا بنضربهم ازاي؟ بس خلي بالك ان هو قال س في ص، يعني بدأ بالسين، فانا هبدأ بالسين، السين اللي هي 2 و3 في الصاد اللي هي 3 و4 و5. انا عاوز اضربهم ضرب ديكارتي مش ضرب عادي، عشان ما الاقيش حد يستغبى هنا يقول ايه هضرب 2 في 3 ب 6. حبيبي هو بيسالك في جدول الضرب، ده عاوز منك تضرب لي المجموعتين اسمهم س وصاد. بص بضرب ازاي؟ هضرب الاثنين في 3 او الاثنين و3، هضرب الاثنين في الاربعه او الاثنين واربعه، هضرب الاثنين في الخمسه او الاثنين وخمسه. كده انا خلصت الاثنين، لسه الثلاثه. هاخد الثلاثه وثلاثه، 3 و4، 3 و5. كده انا ضربت السين في الصاد. يبقى س في صاد ده اسمه ضرب ديكارت، ان انا بضرب المجموعه س في المجموعه صاد. بمشي كده اقوم قايل له 2 و3 2 و4 2 و5 3 و3 3 و4 3 و5. ده اسمه ضرب ديكارت. طب لو انا عاوز منك صاد في س، العكس بقى. تقول لي العكس ازاي؟ اعكس، هتبدا من الصاد، هتقول 3 و2 3 و3. كده انا خلصت الثلاثه. امسك الاربعه، 4 و2 4 و3. بعد كده امسك الخمسه، او الخمسه و2 5 و3. يبقى لو انت خدت بالك ان س في صاد حاجه وصاد في س حاجه ثانيه خالص، يعني كده اقدر اقول ايه؟ ان س في صاد ما بتساويش صاد في س، ده دي حاجه وده حاجه ثانيه خالص. طب بص هنا بقى، عاوز منك اول حاجه س في صاد. خلاص احنا عرفنا جبنا س في صاد ازاي. طب تعالى نشوف بقى المطلوب الثاني. هو عاوز منك س تربيع. تقوم قايل لي يعني ايه س تربيع؟ س تربيع يا حبيبي يعني معناها س في س. بضرب السين في نفسها. بس بص هضربها ازاي؟ السين اللي هي 2 و3 في السين اللي هي كام وكام برضه؟ رد عليا 2 و3. بس انا بضربهم ضرب ديكارت عشان ما تقولش تستغباش تقول 2 في 2 ب4 و3 في 3 ب9. انا مش جاي اختبرك في جدول الضرب. امال اضربهم ازاي؟ اضربهم كده، اقول 2 و2 صح، 2 و3 صح، رد عليا 3 و2 و3 و3. كده انا ضربت س تربيع يا استاذ. طب لو انا عاوز منك صاد تربيع، هتقول صاد في صاد، يعني هضرب 3 و4 و5 في 3 و4 و5. تعالى بقى نشوف اهم جمله كنا بنقولها. نون. نون معناها عدد عناصر، عشان بس ايه ما تستغباش وتقول له يا استاذ انا بعمل ايه. نون معناها عاوز اعرف عدد عناصر. لما اجي اقول لك نون س، معناها انا عاوز اعرف عناصر السين كام عنصر. تروح تبص لي للسين، فيها عنصر اسمه 2 وفيها عنصر اسمه 3. فكده فيها كام عنصر؟ 2 يا استاذ. طب لو انا عاوز منك نون صاد، تقول لي يعني عاوز تعرف عدد عناصر صاد. هي الصاد فيها كام عنصر؟ 1 2 3 يبقى 3. طب عاوز اعرف نون س في صاد، يعني معناه حاصل ضرب عناصر س في عناصر صاد، او عدد عناصر س في عدد عناصر صاد. هي الس فيها كام عنصر؟ 2. في عدد عناصر صاد كام؟ 3. يبقى 2 في 3 ب 6 يا استاذ. طب بص هنا بقى، عاوز نون صاد تربيع، يعني معناه ايه؟ معناه ايه؟ عدد عناصر صاد تربيع. تقول لي يا استاذ هي الصاد فيها كام عنصر؟ لسه عندنا من شويه 1 2 3. يبقى 3 أس 2، يعني معناها 3 في 3 9. يبقى عدد عناصر الصاد تربيع معناها انا بعرف الصاد فيها كام عنصر بس بربع الناتج بتاعه. يبقى لما اجي اقول لك س في صاد بضرب عناصر س في عناصر صاد، صاد في س بضرب عناصر الصاد في عناصر السين. الترتيب مهم. عاوز منك س تربيع فمعناها بضرب عناصر السين في نفسها مرتين. لما اجي اقول لك س اللي هي 2 و3 في السين اللي هي 2 و3، 2 و2 2 و3 3 و2 3 و3. عاوز منك نون صاد تربيع معناها عدد عناصر س في صاد. بص بقى الملحوظه المهمه دي، تعالى كده ايه قبل ما نتكلم فيه. لما اجي اقول لك ايه السين بتساوي 7، واجي اقول لك هات لي س في ف، وهات لي نون س في ف. سؤال امتحانات وسؤال مهم جدا. ايه هو؟ لو انا اديتك السين دي ب7 باي رقم، يعني الاول لو سالتك عدد عناصر السين بكام؟ بكام؟ تستغباش بقى تقول لي 7، لا، هو كم عنصر؟ عنصر واحد. اسمه ايه؟ اسمه 7. ولكن لما اجي اقول لك عدد عناصر السين هو عنصر واحد اسمه 7. المهم عاوز اضرب السين دي في ف. يا استاذ هو الفاي ده حاجه؟ الفاي دي ما اعرفش اضربها. فقال لك لما اجي اقول لك س في فاي تقول لي ف، صح كده. امال ايه نون س في فاي؟ احنا اتفقنا نون معناه ايه؟ عدد عناصر. فانا بقول لك ايه؟ عدد عناصر س في فاي. هو انت حضرتك عرفت تضربهم؟ قال لي لا. امال عددهم كام؟ عددهم 0، لان انا بسال على العدد. ما تتلخبطش بين دي ودي. هنا انا بقول لك اضرب س في فا، فتقول لي انا ما عرفتش اضرب السين في الفا. امال اللي تحت معناها عدد عناصر السين في الفا، يعني انا عاوز اعرف عدد عناصرهم بكام. انت اصلا ما عرفتش تضربهم، هتجيب عددهم منين بقى؟ فيطلع عددهم بصفر. سؤال مهم قوي وسؤال امتحانات. بص اللي جاي قال لك بعد كده عاكس السؤال بقى. اذا كان س في ص عباره عن 1 و1 1 و3 1 و5، عاوز اعرف من حضرتك السين بكام والصاد بكام وصاد في س بكام وصاد تربيع في كام. هو كاتب لك 1 و1 1 و3 1 و5
ومديك هنا س في ص. يقول لي يا استاذ ايه ده هو مديني الناتج وعاوز اعرف الس بكام والصاد بكام. هو قايل لك ان س في ص هي بالناتج بتاعها ده، انا عاوز اعرف الس بكام. هو ضارب مين الاول؟ السين، يبقى العنصر الاولاني هو السين والعنصر الثاني ص. ايه ده طب انا اعرف منين؟ قال لك ما هو قايل لك س في ص، فمعناها ان اول عنصر ضربت فيه هو السين والعنصر الثاني ص، فكده السين هتبقى واحد. واحد وواحد، خلاص يبقى واحد بس. طب الصاد، خد عناصر الصاد، واحد وثلاثة وخمسة. عشان تتأكد ان حلك صح، لو انت عاوز تتأكد يعني اضرب كده السين في صاد، اقول واحد وواحد اهو، واحد وثلاثة اهو، واحد وخمسة اهو يا استاذ. طب انا عاوز منك صاد في سين، اعكس صاد في سين، اضرب العكس، واحد وواحد، واحد وواحد، ثلاثة وواحد، ثلاثة وواحد، خمسة وواحد، خمسة وواحد. عاوز تعكس السؤال نفسه مفيش مشكلة، ما هي دي س في صاد، لو انا عاوز صاد في س شقلب، واحد وواحد، ثلاثة وواحد، خمسة وواحد. طب انا عاوز منك صاد تربيع، يعني ايه صاد تربيع؟ رد. صاد تربيع معناها عدد عناصر صاد في صاد. يلا الصاد اللي هي كام وكام؟ الصاد اللي هي واحد وثلاثة وخمسة في واحد وثلاثة وخمسة. يلا اضربهم يا استاذ، مش هكتب بقى. واحد وواحد، واحد وثلاثة، واحد وخمسة، ثلاثة وواحد، ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وخمسة. امسك الخمسة، خمسة وواحد، خمسة وثلاثة، خمسة وخمسة. يبقى أنا كده ضربت السين في صاد، أو جبت سين في صاد وجبت كمان صاد تربيع، فمعناها عدد عناصر صاد في عدد عناصر صاد. لو أنا عاوز منك سين تربيع فمعناها سين في سين. فرق بين الاثنين دول عشان مهمين جدا جدا. بص اللي جاي بعد كده هنا في معلومة خطيرة جدا، بس قبل ما اتكلم عن المعلومة دي تعالى نراجعها مع بعض كده. دي معناها ايه؟ ده معناها تقاطع، ودي معناها اتحاد، وده معناه فرق. لما اجي اقول لك السين هي عباره عن واحد واثنين، ماشي، والصاد هي عباره عن اثنين وثلاثه. طلبت منك شويه مطلوبات، ايه؟ طلبت منك سين اتحاد صاد. يعني ايه سين اتحاد صاد؟ يعني انا عاوزك تجمع السين مع الصاد، يعني زود السين مع الصاد. السين عباره عن واحد واثنين، والصاد اثنين وثلاثه، ادمجهم لي بقى مع بعض، يعني زودهم لي على بعض، واحد اثنين، طبعا الاثنين اتكتبت مره ما تكتبهاش تاني، وثلاثه. طب لو انا عاوز منك سين تقاطع صاد، انا عاوز المشترك ما بين السين والصاد. تقاطع معناه المشترك. مين المشترك ما بين السين والصاد؟ الاثنين، صح، يبقى التقاطع باثنين. طب لو انا عاوز منك سين فرق صاد او صاد فرق سين، خلي بالك عشان دول بيلخبطوا ناس كتير. سين فرق صاد معناه اللي موجود في سين ومش موجود في صاد، او تعالى اقول لك على حته اسهل، سين فرق صاد معناها الزياده في السين. بص للسين كده، شوف لي فيها ايه زياده. والله السين واحد واثنين والصاد اثنين وثلاثه، يبقى السين فيها زياده الواحد، يبقى واحد يا استاذ. طب لو صاد فرق سين، شوف لي الزياده في مين؟ في الصاد. بص للصاد، شوف لي ايه زياده عن السين. والله الاثنين موجوده اهي، يبقى فيها الثلاثه يا استاذ. يبقى سين اتحاد صاد معناها ادمج لي السين مع الصاد. صاد اتحاد التقاطع معناها المشترك ما بين السين والصاد. سين فرق صاد معناها الزياده في السين. صاد فرق سين معناها الزياده في الصاد. طب ما الكلام سهل يا استاذ، ده حاجه زي الفل خالص. تعالى كده هنا عاوز منك مين؟ سين في صاد تقاطع عين، السين اللي هي 3 و4. حلو. في صاد تقاطع عين، روح شوف لي الصاد والعين. الصاد والعين اهم. ايه التقاطع؟ ايه الحاجه المشتركه ما بين الصاد والعين؟ الخمسه. هتضربهم ازاي؟ هتقوم قايل لي يا استاذ دي كانت 4، هتقوم ضاربهم لي كده، تقول لي 3 و5، 3 و5، واضرب 4 و5. كده انا جبت السين اللي هي 3 و4، ضربتها في صاد تقاطع عين اللي هي الخمسه يا استاذ. طب تعالى نشوف الثاني. سين فرق صاد، سين فرق صاد، عاوز الناتج اللي يطلع اضربه في العين. راح ابص سين فرق صاد يعني الزياده في السين. السين فيها ايه زياده عن الصاد؟ والله الاربعه هنا هي الاربعه هنا، فالسين فيها زياده ايه؟ 3، صح. في العين اللي هي 6 و5، ما هو بقول لك سين فرق صاد والناتج اللي يطلع تضربه في العين، فالسين فيها ايه زياده عن الصاد؟ الثلاثه. الناتج اللي يطلع بقى تضربه في العين، فاضربها تبقى كده، تبقى 3 و6 و3 و5. اخر واحده سين فرق صاد، اللي الناتج اللي يطلع اضربه في مين؟ في صاد فرق عين اهي اللي فيه في النص. سين فرق صاد معناه ايه؟ رد عليا. سين فرق صاد معناها الزياده في السين. اروح ابص للسين والصاد، الاربعه موجوده هنا اهي، يبقى فيها زياده 3. في صاد فرق عين دي كانت 4، فصاد فرق عين معناها الزياده في الصاد. والله دي صاد الخمسه موجوده هي يا مستر، دي 5 ودي 5، فالزياده هنا 4. اضرب لي بقى 3 في 4،
3 في 4 بكام؟ عشان حمار 12 يا بغل. مش احنا لسه قايلين من شويه ان احنا بنضرب ضرب ديكارتي؟ يعني 3 و4 تتكتب كده 3 و4، وخلي بالك بنكتب زوج مرتب وبعد كده قوس مجموع. فلما اضرب 3 في 4 ما تقوليش 3 في 4 ب 12، احنا لسه قايلين بقى احنا بنضرب ضرب ديكارتي. ف3 في 4 تبقى كام وكام؟ تبقى 3 و4. ماشي يا استاذ. طبعا السؤال ده انا حاطط لك السؤال ده مش انا اللي هحله بقى. وقف الفيديو وحاول تحل السؤال ده كله على بعضه كده من اول دي السين بواحد، الصاد باثنين وثلاثه، والعين باثنين وخمسه وسته، وهات لي كل الكلام ده. لو حضرتك بقى ما عرفتش تحله يبقى تعيد الفيديو تاني من الاول لان انت كده قاعد مش مركز. بص بقى الحته اللي جايه، قال لك يا استاذ تعالى الحته لاهم جزء عندنا بيتكلم على المحاور. طبعا حضرتك عارف ان ده بنسميه محور السينات وده بنسميه محور الصادات. محور السينات ده بيتكون من الجزء الموجب، يعني هنا 1 هنا 2 هنا 3. محور الصادات ده في جزء موجب 1 و2 و3. جزء السالب يعني -1 وسالب 2، الجزء ده برضه سالب 1 وسالب 2. فكده محور السينات في جزئين، جزء موجب وجزء سالب. محور الصادات في جزء موجب وجزء سالب. يعني انا لو عاوز اعرف اشاره الربع الاولاني هروح ابص السين بالموجب. طبعا انا لما باجي ابدا بالرسم ببدا من محور السينات، فانا هروح اشوف السين هنا بالموجب والصاد بالموجب، يبقى السين الربع الاول موجب وموجب. طب بص للربع الثاني، السين هنا بالموجب ولا بالسالب؟ بالسالب. والصاد بالموجب، يبقى الربع الثاني سالب وموجب. طب بص الربع الثالث، السين بالسالب والصاد كمان بالسالب، يبقى الربع الثالث سالب وسالب. اخر واحد بقى السين بالموجب والصاد بالسالب، يبقى الربع ايه وايه؟ موجب وسالب. يبقى الربع الاولاني موجب وموجب، والربع الثاني سالب وموجب، والربع الثالث سالب وسالب، والربع الرابع والاخير موجب وسالب. خلي بالك عشان الاشارات دي مهمه جدا في اي مساله. السؤال بيجي ازاي؟ اجي اقول لك النقطه نقط تقع في الربع الثاني، عاوز يعرف انهي نقطه من دول اللي تقع في الربع الثاني. يقول يا استاذ الربع الثاني كانت الاشاره بتاعته سالب وموجب، اروح ابص واشوف انهي واحده اللي سالب وموجب. دي موجب وموجب، دي غلط، دي الربع الاول. دي سالب وموجب، امسك فيها، هي دي اللي في الربع الثاني يا استاذ. طب بص الثالثه، سالب وسالب. طب سالب وسالب يبقى الربع الثالث، يبقى ده كمان غلط. امسك الرابعه، موجب وسالب، موجب وسالب يبقى الربع الرابع، يبقى ده كلام غلط. احنا عاوزين اللي في الربع الثاني، يبقى اللي في الربع الثاني اللي هناك دي. بص دي كمان هنا، اذا كانت 5 وب ناقص 7 تقع على محور السينات. بص المعلومه الخطيره دي بقى اللي احنا عاوزين نقولها. لما اجي اقول لك نقطه تقع على محور السينات هتستفاد منها ايه؟ ان الصاد بتساوي صفر. خلي بالك عشان المعلومه دي هتتكرر كتير عندنا في الحصه دلوقتي. طب لما اقول لك تقع على محور الصادات، عارف هتستفاد منها ايه؟ ان السين بتساوي صفر. تقول لي يا استاذ يعني ايه الكلام ده؟ لو انا قلت لحضرتك ارسم لي النقطه اللي اسمها 2 و0 وارسم لي النقطه اللي اسمها 0 و2، تعالى افهمك الكلام ده جه منين يعني. ارسم لي 2 و0، لما تيجي ترسم 2 و0 تقول لي يا استاذ هبدا من محور السينات واطلع عند الاثنين، ادي طب 1 2، وهنا طبعا 1 2 3، وهنا برضو 3 اهو، -1 -1 -2. انا عاوز النقطه ال2 و0، فاحنا بنبدا من محور مين؟ من السينات. 2 اهي، كنت قايل لك لا اما تطلع فوق لا اما تنزل تحت لا اما تقف مكان. 2 و0 معناها 2 ووقفت مكاني ما اتحركت. فالنقطه اللي طلعت دي هي على مين؟ هل ده في الربع الاول ولا في الربع الرابع؟ لا يا استاذ ده واقع على الخط على المحور، فبنسمي ده اسمه محور السينات. طب بص النقطه الثانيه 0 و2، هقف عند الصفر، لا طبعا ده الصفر، واطلع للاثنين. النقطه دي على محور مين؟ على محور الصادات. يعني عاوزين نستنتج من هنا ايه؟ لو الصاد هي اللي بصفر يبقى النقطه تقع على محور السينات، يبقى تقع على محور السينات لو الصاد بصفر. طب الثانيه لو السين هي اللي بصفر يبقى تقع على محور الصادات. يبقى انت عندك ملحوظه مهمه قوي كانت بتقول لو النقطه بتاعتك تقع على محور السينات يبقى الصاد بصفر، لو تقع على محور الصادات يبقى السين هي اللي بصفر. تقول لي يا استاذ طب انا هستخدم الكلام ده في ايه؟ قال لك اهو اذا كانت 5 وب ناقص 7 تقع على محور السينات، هتستفاد منها ايه؟ ان الصاد بصفر. هي فين الصاد هنا؟ ده اهي، قلنا الرقم الثاني ده اسمه صاد، يعني ب ناقص 7 بيساوي صفر. حل لي بقى، هات لي الب، يبقى الب تودي بعكس الاشاره، يبقى الب تطلع ب7. يبقى هنا هاخد الصاد واساويها بصفر، يعني ب ناقص 7 بتساوي صفر، يبقى ساعتها يا استاذ هودي بعكس الاشاره، يبقى الب بتساوي 7. اذا كانت ب اقل من الثلاثه فان النقطه 5 وب ناقص 3 تقع في الربع الكام. هي يعني ايه ب اصغر من الثلاثه دي؟ قال لك دي معناها ان اي رقم اصغر من الثلاثه، خد اي رقم اصغر من الثلاثه وليكن 2 1 0 -1، اي رقم اصغر من الثلاثه. يا عم انا هاخد 2 ماشي، اعوض لي يلا تبقى 5 زي ما هي،
وعوض ب2، 2 ناقص 3 بسالب 1. حلو قوي. انا عاوز اعرف النقطه دي تقع في الربع كام بقى. والله يا استاذ انا لو رجعت للحته اللي انت كنت قايلها من شويه، ده موجب وده سالب، موجب وسالب في الربع الرابع، يبقى النقطه بتاعتك في الربع الرابع. يبقى كده خلصت. لما اجي اقول لك الب اصغر من 3 خد لي رقم اصغر من 3، اي رقم. لو خدت 2 1 0 سالب 1 اي رقم هيطلع نفس الناتج. طب تعالى اللي جاي. اذا كانت س تنتمي لح سالب. عارف يعني ايه ح سالب؟ يعني رقم سالب. كده السين بالسالب، خلي بالك عشان السؤال ده مهم قوي. ماشي. عاوز سالب س وجذر التكعيب س تقع في الربع الكام؟ بص يا حبيبي وركز معايا كده اهو. سالب الاولاني ده سالب زي ما هو مفيش مشكله، والسين انت فارضها برقم سالب، هو اللي قال لك في السؤال. السالب اللي بره ده ماليش علاقه بيه، ده السالب ده بتاع المساله. امال السين هو قايلها لك بسالب، فحط سالب، اي سالب وليكن سالب 1 يا عم. اذا انت عاوز تقول لي ان الناتج بقى في الاخر موجب، ليه؟ ما هي في سالب، والسين انت فارضها بسالب عشان هو قال لك تنتمي لح سالب، فبقى سالب في سالب يدي موجب. بص اللي جاي، يلا. جذر التكعيب لس، جذر التكعيب لس. هي السين دي احنا فارضينها رقم موجب ولا سالب؟ لا سالب. فاكنك بالظبط بتقول، طبعا الموجب 1 اهو زي ما هو، واكنك بتقول ان جذر تكعيبي لرقم هنا سالب. تقول يا استاذ خلاص، ما انا عارف لو حطيت جذر التكعيب لسالب 1 هيطلع بسالب 1، جذر التكعيب ل8 هيطلع بسالب 8، هيطلع بسالب 2. فساعتها الجذر التكعيبي لو تحته عدد سالب يطلع برضه بالسالب. سؤال في قمه الروعه. يبقى هنا تاني، بص هنا. طبعا في ناس ما بتحبش الارقام بس هتفهم لوحدها. اذا كانت س تنتمي لح سالب معناها اي رقم بالسالب، فانا عاوز منك سالب س في سالب وهي سالب فبقت موجب اهو، يبقى كده موجب. طب والثانيه جذر التكعيب لس، السين انت فارضها بمين؟ بالسالب، جذر التكعيبي بيسيب الاشاره زي ما هي فهتطلع بالسالب. كده بقى عندك موجب وسالب، فتقول يا استاذ موجب وسالب في الربع الرابع، يبقى النقطه بتاعتك في الربع الرابع. بص اللي جايه دي كمان، اذا كان ا وب تقع في الربع الرابع. تقع في الربع الرابع يعني ايه تقع في الربع الرابع؟ بس هو طبعا راجل مكسوف يقول لك ايه تقع في الربع الرابع، يعني السين بالموجب والصاد بالسالب، يعني الالف بالموجب والب بالسالب. انت عاوز مني ايه بقى؟ عاوز منك ا ب. طبعا انت عارف ا ب معناها ا في ب، ا في ب. يلا الالف اشارتها ايه؟ موجب، والب اشارتها ايه؟ سالب. فكده بضرب موجب في سالب بايه؟ بسالب. صح، لما يكونوا مختلفين بيطلع بسالب، لو زي بعض يطلع موجب، لو مختلفين يطلع سالب. كده انت طلعت الناتج ده بالسالب. كده مين اكبر بقى؟ هل ده بيساوي؟ هل السالب بيساوي صفر؟ ولا هل السالب اكبر؟ ولا الصفر هو اللي اكبر؟ تقول لي لا الصفر هو اللي اكبر، او السالب هو اللي اصغر، يعني كده الصفر اكبر يا استاذ. فشويه اسئله جميله جدا على الحته بتاعت الربع الاول والربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع. بتمسك المساله وترسم الربع الاولاني موجب وموجب، الربع الثاني سالب وموجب، الربع الثالث سالب وسالب، والربع الرابع موجب وسالب. ودول شويه اسئله في قمه الروعه. حاول لو انت ما فهمتهمش يعني حاول تعيد الفيديو وتتفرج عليهم كام مره، لان شويه اسئله جميله جدا. الدرس الثاني كان بيتكلم على حاجه اسمها الداله. يعني ايه داله؟ طبعا كان عندك شويه حاجات فاحنا هنقولهم بسرعه كده. الداله قال لك ان الداله دي في منها انواع، او احنا عاوزين نعرف ان كانت داله ولا ليست داله. فقال لك بعرف ان كانت داله ولا ليست داله عندك 3 اشكال. لو انا عندي مخطط سهمي او مخطط بياني او بيان عيني. تعال نبدا باسهل واحد اللي هو المخطط السهمي. بيديك السين ب4 و5 و7 ومديك الصاد ب2 و3 و5. بين اي من المخططات السهميه تمثل داله. يعني عاوز اعرف انهي نوع من الانواع دي اللي داله. عشان اعرف ان كانت داله ولا لا لازم كل عنصر من السين يخرج منه سهم واحد فقط. يعني لو كل عنصر خرج منه سهم واحد يبقى اسمي ده داله. بص في اول شكل، الاربعه خرج منها سهم، الخمسه خرج منها سهم، السبعه خرج منها سهم، يبقى دي داله يا استاذ. يبقى كده ده اقدر اقول ان دي داله يا استاذ. اهي امسك الثاني، الاربعه خرج منها سهمين، ما تكملش كلامك، ليست داله. بص هنا، الاربعه خارج منها سهم، السبعه خارج منها سهم، بس هل الخمسه خارج منها ده؟ لا. تقول يا استاذ يبقى غلط. يبقى داله ولا ليست داله بقدر اعرف من حاجه واحده يا استاذ، ايه هي؟ بتبص لكل عنصر في السين، لو كل عنصر خرج منه سهم واحد يبقى اقدر اقول انها داله. طب لو في عنصر ما خرجش منه يبقى ليست داله. طب لو في عنصر خرج منه سهمين ليست داله. ده بالنسبه للنوع الاولاني. طب بالنسبه للنوع الثاني، بص كده النوع الثاني اللي هو المخطط البياني. عاوز اعرف ان كانت داله ولا ليست داله. بص يا حبيبي، عشان اعرف ان كانت داله ولا ليست داله، طبعا هو بيديلك في السؤال يقول لك هي داله ولا ليست داله. لازم كل خط راسي يعني بالطول يقع على نقطه واحده بس. لو انت بصيت هنا الواحد عليه كام نقطه؟ نقطه واحده. طب الاثنين عليه كام نقطه؟ نقطتين، يبقى دي ليست داله. يبقى دي ليست داله. خلاص ليست داله. بص هنا ده على نقطه واحده وده ما عليهوش وده عليه. لا يا استاذ، في واحد ما عليهوش يبقى ليست داله. لازم كل خط راسي على نقطه واحده. طب بص الثالثه والاخيره، ده على نقطه
ده على نقطه، ده على نقطه، يبقى هي دي اللي دل. طيب بص اخر شكل فيهم، طبعا الكلام ده كان سهل جدا فاحنا مش عاوزين نضيع في وقت قوي. ها النوع الثالث وده كان ارخمهم شويه بس سهل. قال لك هنا السين بواحد واثنين وثلاثه، الصاد بثلاثه واربعه وخمسه وسته، فبين اي العلاقات الاتيه تمثل دل. يعني هديك شويه اختيارات واقول لك دل ولا ليست دل. لازم برضو كل عنصر من السين يخرج منه كام سهم؟ رد عليا، سهم واحد بس. بص هنا السين واحد واثنين وثلاثه، والصاد ثلاثه واربعه وخمسه وسته. لو انت بصيت الواحد اهو اتكرر مره، الاثنين اتكررت مره، الثلاثه اتكررت مره، يبقى دي دل. طب بص للثاني، بص للثاني، الواحد اتكرر مره، الاثنين مره، والثلاثه مره، بس الاثنين رجعت اتكررت تاني، يعني كده الاثنين اتكررت كام مره؟ مرتين، يبقى ليست دل. طب بص اللي جاي، الاثنين مره والثلاثه مره، بس مين اللي ما اتكررش؟ صح، الله ينور عليك، الواحد. يبقى الواحد ما ظهرش، يبقى دي ليست دل. يبقى عشان اقدر اعرف كانت داله ولا ليست داله هم ثلاث انواع: المخطط السهمي، المخطط البياني، بيان عين. المخطط السهمي كل عنصر بيطلع منه سهم واحد، المخطط البياني كل خط رأسي على نقطة واحدة، المخطط او البيان عين كل عنصر من السين بيظهر منه خط واحد، او بيظهر سين بتظهر كمرة واحدة بس. تعالى بقى نشوف الأسئلة بتاعتها وشوية أسئلة في قمة الجمال. إذا كانت س عبارة عن 4 و6 و8 و10، الصاد 2 و3 و4 و5، وكانت علاقة من س إلى ص تعني أ بيساوي ضعف ب. كنا بنعمل إيه؟ بنعمل مخطط سهم كده. بنبدأ بالمخطط السهم، يعني طبعا في ناس بتحب تبدأ ببيان عين، ولكن احنا بنفضل نبدأ بالمخطط السهم. دي س ودي ص. السين دي العناصر اللي في قلبها بنسميها أ، اللي هي 4 و6 و8 و10، وعناصر الصاد اللي هي 2 و3 و4 و5. الشرط اللي عندي ان أ بيساوي 2 ب. تقول لي يا استاذ يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان الألف ضعف الب. تقول لي ما هي فين الألف؟ دي الألف اللي هي السين. كل عنصر في السين بنسميه أ. طب وفين ب؟ هي دي الب. يعني ممكن تقول هنا أ وممكن تقول هنا ب، مفيش مشكله. تعالى بقى، يعني ايه أ بيساوي 2 ب؟ يعني معناها الألف ضعف الب. تقول لي يا استاذ الأربعة ضعف الاثنين، والستة ضعف الثلاثة، والثمانية ضعف الأربعة، والعشرة ضعف الخمسة. أو واحد تاني ما بيحبش يجيبها كده، قول 2 ب، يعني ضرب الب دي كلها في 2، اضرب الب في 2 تبقى 4، اضرب دي في 2 تبقى 6، اضرب دي في 2 تبقى 8، اضرب دي في 2 تبقى 10. يبقى 4 و2، 6 و3، 8 و4، 10 و5. يبقى كده بيان عين هيبقى كام وكام؟ 4 و2، 6 و3، 8 و4، اخر واحده كام وكام؟ 10 و5. بص بقى لشويه الاسئله الجميله بقى، ايه هي؟ قال لك س دي احنا عندنا في الرياضه بنسميها المجال. يعني لو طلب منك، طبعا هو مش طالب، بس لو طلب منك المجال هتقول له س 4 و6 و8 و10. 4 و6 و8 و10. يبقى المجال هي عناصر س. طب المجال المقابل هي عناصر ص اللي هي 2 و3 و4 و5. طب اهم جزء بقى المدى. المدى هو ايه؟ هو صور عناصر المجال. يعني معناها بشوف العناصر اللي ارتبطت في الصاد هي دي المجال. المدى. فالمدى هيبقى كام؟ 2 3 و4 و5. يعني الارقام اللي راح لها اسهم، مين الارقام اللي راح لها اسهم؟ الاثنين صح، والثلاثه والاربعه والخمسه يا استاذ، هي دي المدى. طب دي داله ولا ليست داله؟ داله. ليه داله؟ الاربعه خرج منها سهم، السته خرج منها سهم، الثمانيه خرج منها سهم، ال10 خارج منها سهم، فدي داله. طب يجي يقول لك ولماذا؟ هتقول بالعربي زي ما احنا كنا حافظين، لان كل عنصر من س خرج منه سهم واحد فقط. يبقى بالنسبه للبيان عين 4 و2 6 و3 8 و4 10 و5. السين لو طلب منك المجال، يعني المجال هتبقى عناصر س. لو طلب منك المجال المقابل اللي هي عناصر ص. اما العناصر اللي ارتبطت في الصاد يعني العناصر اللي راح لها اسهم هي دي المدى. فالمدى هيبقى 2 و3 و4 و5. هو طالب منك شويه اسئله هنا. طالب منك ايه؟ تعالى كده نشوف هو طالب منك. اول مطلوب عاوز، تعالى نمسح دول كده عشان ايه؟ نشوف الكلام اللي هناك ده. هو طالب منك اول مطلوب هل 4 علاقه 2؟ تقول لي يا استاذ يعني ايه علاقه 2؟ يعني هل الاربعه لها علاقه بالاثنين؟ طبعا ليه دماغك ما تروحش بعيد. 4 علاقه 2، شوف هل في بينهم علاقه ولا ما فيش. تقول لي يا استاذ تعال، الاربعه متوصله ب2 فكده في بينهم علاقه. ايوه صح، يبقى اقول له نعم، لان الاربعه اتوصلت بالاثنين. يبقى كده في علاقه بين الاربعه والاثنين. طب هنا 6 علاقه س، يبقى ال6 لها علاقه مع السين.
ها العلاقه اللي بينهم ايه؟ طبعا إيه؟ احنا هنا بنتكلم في رياضه، شوف انت العلاقه اللي بينهم ايه؟ السته لها علاقه بمين؟ بالثلاثه، يبقى السين اللي انت قصدك عليها هي الثلاثه. هو بيقول لك 6 علاقه س، يعني السته لها علاقه مع السين، السين دي اللي هي مين؟ لو انت بصيت في المساله هتلاقي فعلا ان السته ارتبطت بالثلاثه، يبقى السين هي الثلاثه. السؤال اللي جاي، اذا كانت س عباره عن سالب 2 وسالب 1 وصفر و1 و2، طبعا هم كلهم بقى نفس الفكره، وكانت علاقه من س الى ص حيث الف معكوس جمعي. طبعا هو هنا مش مديك الصاد، ولكن احنا قلنا لما ما يديلكش الصاد فبتعمل س وس. السين وسين اهو، السين عباره عن سالب 2 سالب 1 0 1 2 سالب 2 سالب 1 0 1 2. والشرط اللي عندك ان الف معكوس جمع. ايه المعكوس الجمع ده؟ يعني معناه نغير الاشاره. غير الاشاره يبقى سالب 2 لما تغير اشارتها تبقى 2. السالب 1 لما تغير اشارته يبقى 1. ها رد عليا. الصفر صفر، الواحد سالب 1، الاثنين سالب 2. يبقى كده السالب 2 لها علاقه بالاثنين، السالب 1 لها علاقه بالواحد، الصفر والصفر، الواحد والسالب 1، الاثنين والسالب 1. يبقى كده ده شرط المعكوس الجمعي. طب بعد كده قال لك عاوز بيان عين، بيان عين هتكتب له الارقام اللي انت وصلتها ببعضها. طب ومثلها بمخطط سهل، ده اسمه المخطط السهل. هل عين داله ام لا ولماذا؟ تعال نشوف. بص يلا، سالب 2 خرج منه سهم؟ السالب 1 الصفر الواحد الاثنين فكده كل عنصر من السين خرج منه كام سهم؟ سهم واحد فقط. يبقى اقدر اقول له انها داله. بص السؤال اللي جاي كمان، اخر واحد معانا في الفكره دي بقى. اذا كانت صفر السين عباره عن صفر وواحد واثنين ونص، وكانت علاقه من س تعني الف معكوس ضربي. تعال نشوف يعني ايه معكوس ضربي. معكوس ضرب الب، طبعا هقوم حاطط س وس برضه، س وس، س. السين عباره عن صفر وواحد واثنين ونص، السين عباره عن صفر وواحد واثنين ونص. سؤال في قمه الجمال وناس كتير بتتلخبط فيه. ايه هو المعكوس الضربي؟ المعكوس الجمعي احنا اتفقنا من غير اشاره، لو كان موجب اخليه سالب، ولو كان سالب اخليه موجب. طب ايه المعكوس الضربي؟ قال لك اشقلب، يعني لو كان الف على ب اشقلبه تبقى ب على الف. بص بقى هنا، لو انا قلت لك المعكوس الضربي للاثنين، تقول يا سيدي الاثنين ده مقامه كام؟ واحد، اي رقم في الدنيا مقامه واحد، لما اشقلبه يبقى واحد على الاثنين. الثلاثه تبقى 3 على واحد، لما اشقلبها تبقى واحد على الثلاثه. ولكن الصفر يا مغفل ملهوش معكوس ضربي، عشان دي بتلخبط ناس كتير. في ناس كتير اصلا بتحل المساله دي غلط بسبب الكلام ده. لو انت مركز في المساله اللي قبلها كان الصفر ليه معكوس جمعي، لان لما الصفر اغيره يبقى صفر. ولكن لو انا جيت اشقلب ده، صفر مقام واحد، لما اجي اشقلبه يبقى كام على كام؟ واحد على صفر. ما ينفعش اقسم على صفر اصلا، فساعتها الصفر مالهوش معكوس ضرب، يبقى سيبك من الصفر خالص. يلا الواحد لما اشقلبه يبقى واحد، الاثنين لما اشقلبها يبقى نص، النص لما اشقلبه يبقى 2. يبقى كده بيان عين هيبقى كام وكام؟ واحد وواحد، 2 ونص، نص واثنين. طب كده داله ولا ليست داله؟ لا ليست داله. ليه ليست داله؟ لان الصفر لم يخرج منه سهم، وبعدين ليست داله يبقى مش هنقدر نجيب المدى يا استاذ، خلاص خلصت على كده. كمان سؤال في الحته دي، سؤال مهم هو كمان. اذا كانت السين عباره عن 1 و3 و5 وكانت داله، عارف يعني ايه داله؟ يبقى كده ايه؟ كل عنصر من السين خرج منه سهم. لازم كل عنصر في السين يظهر كم مره واحده. قال لك عباره عن الف و3 ب وواحد واحد وخمسه، هي دي السين. انا عاوز اعرف المدى. تقول لي يا استاذ المدى ده سهل جدا، ده المدى كنت بجيبه من الصاد، اشوف العناصر اللي ارتبطت في الصاد. هي السين عباره عن الف وب وواحد، والصاد عباره عن 3 وواحد وخمسه، عناصر الصاد يعني 3 وواحد وخمسه، هي دي المدى. انا عاوز بقى القيمه العدديه لالف زائد ب. وقف الفيديو كده وحاول تفكر كده، ايه القيمه العدديه لالف زائد ب؟ انا عاوز اعرف الالف بكام والب بكام. تقول لي يا استاذ طب انا اجيب الالف منين والب منين؟ قلت لك بص المساله، هي السين كام وكام وكام؟ 1 و3 و5، وانت قايل لي داله يعني المفروض من حضرتك تبقى فاهم ان كل عنصر يظهر كم مره واحده. يعني الواحد تظهر كم مره؟ مره، والثلاثه مره، والخمسه مره. لو انت خدت بالك الواحد ظهر بص اهو، الواحد ده اهو ظهر اهو. يبقى اتفضل مين ومين؟ الثلاثه والخمسه. ممكن الالف تبقى 3 والب هي اللي بخمسه، او العكس، يعني ممكن الالف تبقى ب3 والب بخمسه، او الالف هي اللي بخمسه والب ب3. ما مش هتفرق يا حبيبي، مش هتفرق والله. في الحالتين هو عاوز الف زائد ب، يعني عاوزك تجمعهم. احنا قلنا 3 زائد 5 او 5 زائد 3 تطلع ب8. يبقى بالنسبه لهنا ان كل عنصر من س بيظهر كمره واحده كده. الواحد لازم يظهر مره، والثلاثه تظهر مره، والخمسه تظهر مره. هو الواحد ظهر اهو اللي انا شخبطت عليه بالاحمر ده، فاتبقى لك مين ومين؟ الثلاثه والخمسه. كده الالف هي اللي ب3 والب ب5، او العكس،
الالف هي اللي ب5 والب هي اللي ب3، فمش هتفرق في الحالتين، مش هتفرق. المهم هو عاوز منك الف زائد ب، يبقى تطلع فعلا ب8. وقف الفيديو وحاول تتفرج على الحته دي مره واثنين وثلاثه عشان دي مهمه قوي. بعد كده كنا بنتكلم في حته مهمه قوي، او الدرس اللي بعد كده كان بيتكلم على حاجه اسمها الداله الثابته. والداله الثابته يا باشمهندس من اسمها داله ثابته يعني معناها ثابته. لما اجي اقول لك د س بتساوي 3، فهي داله ثابته احنا سميناها ثابته عشان قيمتها كل مره بتساوي 3، فاحنا سميناها ثابته. يعني الدوال اللي كسرت الحدود في منها داله ثابته، في منها داله خطيه، في منها داله تربيعيه. الداله الثابته جايه من اسمها داله ثابته يعني قيمتها ثابته ما بتتغيرش. تعال د س بتساوي 3، طب ما اطلب منك داله الثلاثه ب3، اطلب منك داله السالب 2 برضه ب3. احنا بنقول انها داله ثابته، فكل مره لو طلبت منك داله محمد اهو دال محمد هتطلع برضه ب3. ليه ب3؟ عشان هي داله ثابته قيمتها ب3. يبقى الداله الثابته جايه من اسمها هتفضل طول عمرها ثابته. كلام سهل والله. بص كده تعالى اول سؤال، اذا كانت د س بتساوي 7 دي نوعها داله ايه؟ ثابت. عاوز د سالب 3 ب7 من غير ما تفكر. ليه؟ عشان داله ثابته يا استاذ. انت قلت لي دي داله ثابته فقيمتها هتفضل ب7. طب اللي تحتها د س بتساوي 2، عاوز 3 د جذر 2. سيبك من د جذر 2، احنا قلنا مهما يقول هي داله ثابته قيمتها ب3. طب قيمتها ب2 بس في 3 بره، يبقى 3 في 2 تطلع ب6. يبقى كده الداله بتاعتك ب6. اللي بعدها د س بتساوي 2، يبقى كل مره قيمتها بكام؟ ب2 صح. عاوز د 3 ب2 ناقص د 1 برضه ب2، ف2 ناقص 2 يطلع ب0. ايه ده؟ يعني انت بتعوض مكانها وخلاص. هو قال لك داله الثلاثه ب2 ناقص داله الواحد برضه ب2، ف2 ناقص 2 ب0. طب بص اللي تحتها د س بتساوي 5، عاوز داله ال5 على داله ال10، فداله ال5 بكام؟ ب5، وداله ال10 بكام؟ ب5، ف5 على 5 فالواحد يا استاذ. يبقى هي كلمه داله ثابته فمعناها ان قيمتها ثابته مش هتتغير. طب د س بتساوي 3، عاوز داله ال6 ب3، داله الصفر ب3، يبقى 3 على 3 فالواحد. د س بتساوي 3، عاوز منك 2 في داله ال3. 2 في داله ال3 ب3 شاطر، على 3 في داله الاثنين، داله الاثنين برضه بكام؟ ب3. اطلع الناتج ده بالاله الحاسبه او اطير الثلاثه مع دي 2 في 3 ودي 3 في 3 اسف. فهطير الثلاثه دي مع الثلاثه دي يبقى لك 2 على 3، يبقى الناتج في الاخر ب2 على 3. بص للسؤالين الاخرين دول كمان يلا. عاوز منك د س بتساوي -7، عاوز منك د س زائد 7. تقول لي يا استاذ ايه ده؟ يا حبيبي ما تشغلش بالك بقى، ما احنا خلاص اتفقنا هي دي الداله ثابته، فد س زائد 7 برضه ب7. ايه ده؟ ما يعني ماليش دعوه باللي هو ماليش دعوه، هي داله ثابته فطول عمرها هتفضل بقيمتها الثابته اللي هي -7. طب اخر سؤال فيها د 2 س بيساوي 4، عاوز د س. قولها كده، وقف الفيديو قول. ما هو الغباء برضه هيشتغل، هيقوم واحد زي الناصح يقول يا استاذ استنى، دي ب 2 س يبقى دي -س يبقى -4 يا حيوان. او واحد تاني اذكى بشويه يقول لي لا عاوز الخبطني 2 س يبقى هقسم على الاثنين يبقى -2 يا بقف. هي داله الس ب4 فدال س برضه ب4، ما احنا خلاص بقى لنا ساعه بنرغي فيه. هي الداله الثابته قيمتها ثابته، فكلام سهل. كلام سهل، ده كلام زي الفل خالص، ده ما فيهوش اسهل من كده. والله الرياضه دي اسهل حاجه في الدنيا. انا عارف طبعا كله معترض دلوقتي، لا الرياضه دي اسهل حاجه في الدنيا والله، اسهل ماده. حتى السبوره مش مصدقانه مش هتعمل. خلاص سهل. يجي بعد كده في الضاله الخطيه، هو عاوز يرسم الضاله الخطيه او مثل بيانيا في الضاله الخطيه. دي ضاله خطيه يعني اس واحد. الضاله الخطيه بتبقى س كده ماشي، ما فيهاش اس واحد يعني. فالضاله الخطيه بنرسمها كده، بنعمل جدول. الجدول ده بنحط اي 3 ارقام من دماغك، اي 3 ارقام للسين من دماغك. هحط مثلا 0 و1 و2 او 1 و2 و3، اي 3 ارقام يعني دول مكان السين. وامسك الضاله اعوض هنا 2 س ناقص 3، يبقى هعوض مكان السين ب0، فاقول له 2 في 0 ناقص 3. الناتج ده بالاله الحاسبه يطلع -3. هعوض مره مكان السين ب1، يبقى 2 في 1 ناقص 3 يطلع ب-1. اخر حاجه عوض ب2، يبقى 2 في 2 ناقص 3 يطلع ب1. يبقى مره بتعوض مكان السين ب0 ومره ب1 ومره ب2. طلعت الناتج ب-3 وسالب1 و1. تعالى بقى للجزء اللي بعد كده، المحاور. بنرسم المحاور ونحط الارقام بتاعتك. بالسين ده 1 و2 و3، هنا 1 و2 و3 و4 مثلا. الجزء السالب -1 وسالب2، -1 وسالب2 وسالب3. بالنسبه للرسم عشان مهم قوي، انت المساله بتاعت الرسم حبيبي بتبدا من محور السنان، وببدا ابص للنقطه، لا اما ايدك تطلع فوق او ايدك تنزل تحت او تقف مكان. فتعالى معايا اول نقطه كام وكام؟
صفر وسالب 3. ادور على الصفر اهو. فين السالب 3؟ فوق بقى ولا تحت؟ محدش يروح يمين او شمال. قلت لك لا فوق لا تحت، لا تقف مكان. صفر وسالب 3 هقف عند الصفر وانزل عند السالب 3 اهو. طب النقطه الثانيه كام وكام؟ 1 وسالب 1. هقف عند الواحد واطلع فوق لا اما انزل تحت. طب هو عاوز منك سالب 1 يبقى 1 وانزل عند السالب 1. طب النقطه الثالثه 2 و1. هقف عند الاثنين واطلع للواحد اهو. ولازم يطلع خط مستقيم كده عشان دي ضله خطيه، فالضله الخطيه بتطلع بخط مستقيم. يبقى انت بتعمل جدول بتحط فيه 3 ارقام من دماغك وطلع منهم الصاد دي السين وانت بتطلع الصاد، وترسم بعد كده المحاور وترسم من عليها. النقطه صفر وسالب 3 هقف عند الصفر وانزل عند السالب 3. 1 وسالب 1 هقف عند الواحد وانزل عند سالب 1. 2 و1 هقف عند الاثنين واطلع للواحد واعمل خط مستقيم. طبعا الرسم ده هيقابلنا حالا في الداله التربيعيه، ولكن عشان ما نسبقش الاحداث هنكمل بس في الضله الخطيه. بص السؤال في قمه الجمال. هنا بقول لك ايه؟ السؤال هنا بيقول لك يا باشمهندس حاول بس توقف الفيديو كده وتحل المسائل دي عشان المسائل دي جميله. اذا كان د س بتساوي ا س تربيع زائد 5 س زائد 4 داله خطيه. داله خطيه، شفت انا هقولها كام مره؟ داله خطيه اهو. تقول له انت عمال تاكد عليا ما خلاص عرفنا ان داله خطيه. اوجد قيمه الالف. لو واحد فاهم بقى يعني ايه داله خطيه الموضوع هيبقى بالنسبه له سهل. داله خطيه يعني السين اس واحد، صح ولا بتفهم؟ امال ايه تربيع دي؟ لا هو اكيد هو كاتبها غلط. يعني انت بتقول لي داله تربيعيه وحاطط لي فيها اس 2، يبقى لا اما انت هبل لا اما احنا اللي هوب. ايه داله خطيه وحاطط لي فيها س تربيع؟ ما هو قصده يا مغفل ان دي بصفر. ما هو حاططها لك عشان يلخبطك. هو قال لك داله خطيه. داله خطيه يعني س اس واحد. امال ايه؟ امال ايه اللي هناك دي؟ ايه س تربيع دي؟ هي قفلت ليه؟ ملبوسه تقريبا. المهم فس تربيع دي المفروض ما تكونش موجوده. يا استاذ فدي س اس واحد يبقى المفروض دي ما تكونش موجوده. يبقى المساله في الاخر هتتبقى لك مين بقى؟ 5 س زائد 4. كده الالف بكام؟ بصفر. ها يبقى كلمه داله خطيه معناها ان س اس واحد. امال س تربيع دي بصفر. هو عاوز منك ايه؟ د سالب 2. يعني ايه د سالب 2؟ يعني عوض لي مكان الس بسالب 2. هتقول لي 5 طبعا 5 س يعني معناها 5 في س، ف5 في سالب 2 زائد 4. اطلع الناتج 5 في سالب 2 بسالب 10 زائد 4 يطلع بسالب 6. والنبي ما تشغلش دماغك واعملها بالاله الحاسبه يعني. بس المهم تبقى فاهم ان الضاله الخطيه يعني معناها س اس واحد. طب ايه التربيع اللي هو كان حاططها دي؟ كان حاططها عشان يلخبطك. فالموضوع سهل جدا يعني. الموضوع ان شاء الله سهل. ده كلام يعني ايه؟ انتوا كبرتوا على الكلام ده. تعال نشوف السؤال اللي جاي. السؤال ده بقى بالنسبه لنا طبعا هنا مديك ان داله السين بتساوي 2 س ناقص 1. اثبت ان داله 2 ناقص 3 داله الواحد بتساوي صفر. طبعا احنا اتفقنا في المثال اللي قبله ان داله الاثنين معناها عوض مكان السين ب 2. فهتمسك المساله هنا وتعوض لي مكان السين يبقى داله الاثنين ناقص 3 داله الواحد. عاوز يعرف او يثبت ان ده كله بيساوي صفر. فداله الاثنين معناها عوض لي مكان السين ب 2. امسك الداله 2 س يعني معناها 2 في س ف2 في 2 ناقص 1 ناقص دي بالنسبه لداله الاثنين اهي. داله الاثنين هعوض مكان السين ب 2 تبقى 2 في 2 ناقص 1 اهي ناقص 3 في داله الواحد. يعني ايه ده؟ شفت انا فتحت قوس كبير ازاي عشان اجيب داله الواحد. فداله الواحد عوض لي مكان السين بواحد تبقى 2 في 1 ناقص 1. طلع بقى الناتج الكامل ده يطلع معاك بصفر او بالاله الحاسبه. 2 في 2 ب 4. 4 ناقص 1 يطلع ب 3 ناقص 3. هنا 2 ناقص 2 في 1 ب 2. 2 ناقص 1 يطلع ب 1. طبعا حضرتك المفروض ايه تضرب دول في بعض. 3 في 1 ب 3 و3 ناقص 3 بتطلع بصفر. فبلاش الغباء يشتغل بقى. مش معنى ان احنا طلعت الناتج هنا يبقى هي صح، لا. 3 ناقص 3 ما ينفعش اطرح الاول، اضرب الاول. تبقى 3 ناقص 3 في 1 ب 3 يبقى 3 ناقص 3 يطلع بصفر. او ما تشغلش بالك من الاول خالص. انت عوضت مكان السين ب 2. شوف الناتج ده بالاله الحاسبه يطلع بكام. تعال نشوف اللي بعد كده. اجي اقول لك شويه اسئله جميله جدا. وقف الفيديو وحاول تحلهم لوحدك. الموضوع سهل باذن الله. لو انت بعد الشرح ده كله ما عرفتش تحلهم صح فيعني للاسف انت حمار. معلش بس ده حقيقه. لو انت بعد الشرح ده كله ما عرفتش تحل المسائل دي فعلى العوض ومن العوض بقى. تعال نشوف هنحلها ازاي. اذا كانت داله السين بتساوي س تكعيب عاوز داله الثلاثه. يعني ايه داله الثلاثه؟ عوض مكان السين ب 3. يلا تبقى 3 تكعيب زائد عشان دي زائد اهي سالب 3. عوض مكان السين بسالب 3 تبقى سالب 3 تكعيب. وشوف الناتج ده يطلع بكام. 3 تكعيب دي ب 27 زائد سالب 3 تكعيب دي بسالب 27 يطلع بصفر.
اللي بعدها اذا كانت د س بتساوي ا س ناقص 7 يبقى دي المساله داله س بيساوي ا س ناقص 6. عاوزين بس نتفق اتفاق انا وانت كده ان داله س اول ما تلاقيها في المساله شيلها وحط صاد، عشان عارف ان انت بتخاف من داله السين دي. لما تشوفها اهي يا استاذ امسحها لي خلاص كده. بص حبيبي اهو امسحها اهي، ونقوم حاطين مكانها اللي احنا بنحبه الوسط اهي. يلا بقى كمل بقى مسالتك يلا. وداله الاثنين بيساوي صفر. يعني ايه داله الاثنين بيساوي صفر؟ يعني عوض مكان السين باثنين. امال ايه الصفر دي؟ يعني سواء للناتج بصفر، ما هو الناتج هنا بصفر اهو. فعوض مكان السين باثنين، شيل السين وحط 2 يبقى اقول له ا في 2 ا في 2 اللي هي 2 ا ناقص 6 واساوي الناتج بكام؟ ها رد عليا بكام؟ صح؟ صفر. رد عليا يا حيوان انت. بكون بكلمك رد عليا. عيب لما يكون الاستاذ بتاعك بيكلمك وما تردش عليه. فلما اكون بكلمك رد عليا. يبقى هعوض مكان السين ب 2 تبقى 2 ا ناقص 6 بيساوي صفر. كمل بقى حل معادله اهي. 2 ا بيساوي 6 اقسم على الاثنين هنا على الاثنين تطلع ان الالف بتساوي 3. انت كده جبت الالف ب 3. يبقى كده جبت الناتج بتاع المساله دي، وهنا عوضت مكان السين ب 2 وسويت الناتج بصفر جبت الالف. ماشي يا استاذ الكلام سهل اهو. ده حاجه زي ما بيقولوا ده حاجه 13 خالص. فتعال نكمل بقيه هنا. بيقول لك اذا كان د س، خلي بالك عشان السؤال ده لسه موقعك فيه من شويه، لو وقعت فيه تاني على العوض بقى ومنه العوض. اذا كانت داله س بتساوي ا س تربيع زائد ب س زائد 5 ها رد، والالف بيساوي صفر. يعني ايه الالف بيساوي صفر؟ اللي هي كانت حالا كان مكتوب داله خطيه تقريبا، كان نفس السؤال. الف بيساوي صفر يعني معناها دي بصفر، ولا تشغل دماغك خلاص. والبه عدد حقيقي لا يساوي صفر، يعني البه مش بصفر خلاص زي الفل. اسف. عاوز درجه الداله، يعني عاوز الضرب. طبعا المساله بعد ما شلت دي هتبقى ب س زائد 5. عاوز منك الدرجه، صح؟ الدرجه هو الاس بتاع السين. لو انت بقى ما كنتش فهمت المعلومه اللي الاستاذ محمد بيقولها من ساعتها، ان داله خطيه معناها نشيل التربيع او نشيل الحته اللي فيها تربيع، او هنا الالف بصفر فنشيل دي، كنت هتبقى زي الحاله انا قلت له يا استاذ داله تربيع اس 2 يبقى الدرجه 2. لا يا حبيبي، لما شلنا دي فتبقى لك س بس يبقى الدرجه الاولى. ماشي؟ عشان انت شلت السين تربيع، انت شلت اللي كان هنا. اللي كان هنا بص كده اهو، كان هنا في ايه؟ كان هنا ا س تربيع، هو قال لك ان الالف بصفر فدي بصفر. او ممكن ما يشيلكش دي يقول لك انها داله خطيه، هو يقول لك في السؤال انها داله خطيه، تقوم انت رايح شايل التربيع برضه يا استاذ. بعد كده يبقى ضمن الداله الاولى او الدرجه الاولى يا استاذ. عاوز منك داله الثلاثه بيساوي 11. يعني ايه داله الثلاثه بيساوي 11؟ رد عليا. المفروض اتعودت بقى. داله الثلاثه معناها ايه؟ عوض مكان السين ب 3. طب وال11 ده الناتج. ب في 3 يبقى 3 ب زائد 5 يساوي الناتج ب 11. يلا حل المعادله بتاعت اولى اعدادي. يبقى 3 ب بيساوي 11 ناقص 5 6. اقسم على الثلاثة، اقسم على الثلاثة تطلع ان البي بتساوي 2. كده انت جبت البي يا استاذ، وهو عاوز منك قيمة البي. فسؤال جميل لو انت حضرتك كنت مركز في الشرح. مش مركز في الشرح هيبقى السؤال ده بالنسبة لك صعب، ولكن هو ان شاء الله ما فيهوش مشكلة. السؤال اللي بعده اذا كان المستقيم، طبعا هنحل اهم شوية اسئلة واسئلة جميلة جدا. قبل كل سؤال وقف الفيديو حاول تحل. طب لو ما عرفتش اتفرج على الشرح. السؤال اللي بعده اذا كان د س بتساوي 6 س ناقص ا، د س بتساوي 6 س ناقص ا. اوبا بص الجمله اللي جايه دي بقى. يقطع محور الصادات. حد فاكر الجمله اللي احنا قلناها دي؟ يقطع محور الصادات. استاذ محمد قالها من شويه. يقطع محور الصادات. رد صح سامعه. السين بتساوي كام؟ صفر. لما اقول لك يقطع محور الصادات يبقى السين بيساوي صفر. يقطع محور السينات يبقى الصاد هي اللي بصفر. يبقى اي سين في المساله قيمتها بصفر. واحد اهو س اهي يبقى دي بصفر. امال ايه داله السين؟ تقول يا استاذ ما انت لسه قايل لي من شويه بقى، ما تقعدش تلخبطني. انت لسه قايل لي من شويه ان داله السين اول ما تشوفها شيلها وحط مكانها صاد. فما حدش يقول ان داله السين هي اللي بصفر، لا هو السين هي اللي بصفر. فين بقى السين؟ اللي هي دي. طب وفي سين ثانيه؟ ما قالك يقطع محور الصادات في النقطه ب و2. طب ما هي ب و2 دي يا حبيبي قايلين ان الاولاني س والثاني ايه؟ صاد. طب ما هو ده مكان السين، يبقى كده السين هتساوي الب هتساوي صفر، وده المطلوب الثاني. هو عاوز الب فالب كده بصفر. فاضل لك بس الالف. روح عوض لي هناك يلا. 6 في السين اللي هي صفر ناقص الالف واساوي الناتج بكام يا استاذ؟ قالك اهي ما تنساش النقطه. ما احنا قلنا ب وصفر. الب دي يا استاذ بصفر يبقى صفر و2. كده السين بصفر والصاد بكام؟ ب2. يبقى الصاد اللي هي الناتج بتساوي 2. حل بقى 6 في صفر بصفر يبقى سالب ا بيساوي 2. ودي السالب قدام الالف او اقسم على سالب 1 يطلع بسالب 2.
يبقى لو انت ما فهمتهوش يبقى نعيده تاني سريعا كده. يقطع محور الصادات يبقى السين بصفر، اي سين في المساله بصفر. السين اللي هي النقطه هتبقى بصفر، والسين اللي هي في التعويض هتبقى برضه بصفر. فهنا السين بصفر يبقى النقطه بتاعتك صفر واثنين، يبقى النقطه بعد ما تخلص اهي ب وصفر دي يعني معناها صفر واثنين. كده معاك النقطه اهي. طب ويعني ايه دي؟ هتعوض مكان السين بصفر، فتبقى 6 في صفر ناقص الف هيساوي الصاد اللي هي باثنين، ومن هنا اجيب الالف قيمتها بكام. يبقى يقطع محور الصادات تقوم مساوي الناتج بصفر، يقطع محور السينات يبقى الصاد هي اللي بصفر. الرسم البياني هنخلص حالا، معلش هانت اخر حاجه في الجزئيه بتاعت الدرس الاخير ده. عاوز منك د س بتساوي س تربيع ناقص 2 متخذا السين من سالب 3 ل 3. طبعا هنا عاوز مثل بيانيه، السؤال مثل بيانيه. فانا عاوز ارسم من سالب 3 ل 3. هنا خلي بالك السين بيحط لك قيم مش زي الداله الخطيه. الداله الخطيه كنت بتحط اي 3 ارقام من دماغك، ولكن الداله التربيعيه هو مديك من سالب 3 ل 3. يبقى سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 ونزود كمان مربعين كده 2 و3. هنعوض مره مكان السين الداله اهي س تربيع ناقص 2، هعوض مره مكان السين بسالب 3 تبقى سالب 3 تربيع ناقص 2 هتطلع معاك ب7. بعد كده اشيل السالب 3 واخليها سالب 2 من غير ما توجع دماغك اهي تبقى سالب 2 تربيع ب4، 4 ناقص 2 يطلع ب2. ها هشيل السالب 2 واخليه كام؟ صح سالب 1 تطلع معاك بسالب 1. شيل السالب 1 وخليه صفر تطلع بسالب 2. شيل السالب 1 وخليه 1 فتطلع معاك بسالب 1. شيلها وخليها 2 تبقى 2 تربيع ناقص 2 تطلع معاك ب2. شيلها وحط 3 تبقى 3 تربيع ناقص 2 تطلع معاك ب7. وخلي بالك عشان احنا كنا لازم نتاكد ان كلامنا صح، كان نقطه رسم منحنى بتبقى في النص والارقام اللي على اليمين نفس الارقام اللي على الشمال. نرسم بعد كده محور السينات ومحور الصادات. ده 1 2 3 4 هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 هنا 1 2 3 4 5 6 7 سالب 1 سالب 2 سالب 3. يلا اول نقطه كام وكام؟ سالب 3 و7. هدور على سالب 3 هنا. انا ببدا من محور السينات، اوعى تنسى ايدك دي ايدك ده اهي لا اما تطلع فوق لا اما تنزل تحت لا اما تقف مكان. لو ايدك راحت يمين ايدها تتقطع، لان احنا قلنا لا اما تطلع فوق لا اما تنزل تحت. لو راحت يمين اقطعها بقى وشوف لك ايد ثانيه. يبقى اقول له يا استاذ سالب 3 و7 هدور على سالب 3 اهي واطلع للسما. سالب 2 و2 هدور على سالب 2 اللي هنا، ولا اما اطلع فوق لا اما انزل تحت لا اما اقف مكاني. سالب 2 و2 اهي. بس بنمسح بس الحاجات اللي بتحصل دي الحتتين دول. كمل بعد كده النقطه اللي بعدها سالب 1 وسالب 1. سالب 1 وانزل عند السالب 1 اهي. صفر وسالب 2 هقف عند الصفر وانزل عند السالب 2 اهي على الخط على الخط. 1 وسالب 1 1 وانزل عند السالب 1. 2 و2 هقف عند الاثنين واطلع للاثنين. 3 و7 هقف عند الثلاثه واطلع للسبعه اوصل الاثنين دول. يا استاذ ايه ده طلعت 7؟ قال لك ما هو ده التربيه لا كانت تطلع حاجه من الاثنين، لا اما كانت تطلع 7 لا اما تطلع 8. طب وبعد كده بجيب 3 حاجات، حاجه اسمها نقطه رسم منحنى يعني النقطه اللي في النص. النقطه اللي في النص اهي صفر وسالب 2 او اجيبها من الجدول من هنا. نقطه رسم منحنى يعني النقطه اللي في النص صفر و2. كنت بجيب منها حاجتين، حاجه اسمها معادله محور تماثل او السين بتساوي الرقم الاولاني اللي هو كام؟ صفر. طب ده عظمى ولا صغرى؟ كنا بنقول لو هي 8 رقم 8 ده الكبير يبقى عظمى، لو 7 ده الصغير تبقى صغرى. يبقى هنا اقول له صغرى بتساوي 2. في سؤال بقى للناس اللي بتحب تفهم يعني، بس المساله كده خلصت خلاص. بتعمل جدول وترسم وتطلع منه نقطه رسم منحنى اللي هي النقطه اللي في النص، وتاخد الرقم الاولاني اسمه معادله محور التماثل والثاني عظمى ولا صغرى. في ناس اصلا بتحب تعرف ان كانت عظمى ولا صغرى من غير ما تحل. لو انت بصيت للسين تربيع الاشاره بتاعتها سالب ولا موجب؟ موجب. لما موجب لو السين تربيعين اشارتها موجب تطلع صغرى. طب لو اشارتها سالب تطلع عظمى. يا استاذ والله والله. يعني انت لو عاوز تعرف عظمى ولا صغرى من غير ما تحل بص للسين تربيع. لو السين تربيع اشارتها بالموجب يبقى عظمى، اشارتها بالموجب تبقى صغرى، اشارتها بالسالب تبقى عظمى. ها بص للسؤالين 3 جايين دول اخر سؤالين مهمين جدا وتوصلنا من الاسئله الصعبه يعني. بس انت لو حاول تفهم معايا كده وقف الفيديو برضه وامسك الكراسه بتاعتك حاول تحلهم، لان هم سؤالين 3 من الرسومات. الرسومات بتبقى افكار كتير، فانا ان شاء الله هشرح لك منهم فكرتين النهارده وهنزل لك فيديو كده مخصص للرسومات. بص كده مديك الداله، مديك 4 س 4 ناقص س، ده س بتساوي 4 ناقص 2 س. ها عاوز منك احداثي ا وب. كلمه احداثي معناها نقطه،
يعني الالف دي عاوز اعرف بنقطه كام وكام، والب بنقطه كام وكام. بص معايا يا باشمهندس، معظم الرسومات فايدتها ان انا بجيب منها النقطه. يعني ايه بجيب منها النقطه؟ بص للرسم، هروح ابص للنقطه دي. النقطه دي تقع على محور مين؟ تقع على ايه؟ تقع على محور مين؟ السينان. يبقى النقطه بتاعتك هتبقى الف وصفر. واحد يقول لي يا استاذ انت جبت الصفر منين؟ ما انت قاعد مش مركز مع امي، ما لسه قايلين تقع على محور السينات. ها؟ يبقى الصاد بصفر. ما ده على محور السينات يبقى الصاد بصفر. طب النقطه دي تقع على محور مين؟ ها؟ الصادات. يبقى السين هي اللي بصفر وب. كده انت معاك كام نقطه؟ نقطتين. هعوض بيهم وتلاقي المساله خلصت على كده. يلا المساله بتاعتك اهي. هعوض بالنقطه اللي هي الاولانيه اللي هي الف وصفر. ها بص معايا، شوف انا هعمل ايه عشان تعمل زيي. هشيل الدال س واحط مكانها ص. استاذ محمد قال لي كده على طول. يلا كده السين بألف والصاد بصفر. يلا يا استاذ عوض. اقول 4 ناقص 2 زي ما هي، وهنشيل السين ونحط مكانها كام؟ ألف، وهنساوي الناتج بالصاد اللي هي، لا احنا قلنا ألف وصفر، اسف اهي دي ألف وصفر. النقطة بتاعتك ألف وصفر، أنا كتبتها ألف وباقي ألف وصفر. يبقى هنا 4 ناقص 2 في ألف والصاد اللي هي بصفر. حل بقى دي معادلة يلا. يبقى 4 ناقص 2 ألف بيساوي صفر. ممكن أودي بعكس الإشارة على طول، يبقى سالب 2 ألف بيساوي سالب 4. طبعا السالب 2 ألف زي ما هي، ودي وديتها بالسالب. اقسم على سالب 2، اقسم هنا على سالب 2، تطلع إن الألف قيمتها ب 2. يبقى كده النقطة بتاعت الألف 2 وصفر. ها طب لو أنا عاوز الب، بص الب انا همسح بقى الناحيه دي. لو انا عاوز منك الب اعمل نفس القصه. المساله هناك اهي ص بتساوي 4 ناقص 2 س. النقطه بتاعتك كام وكام؟ صفر وب. يبقى الس بصفر والصاد بب. يلا يا استاذ 4 ناقص 2 ها في السين اللي هي صفر، واساوي الناتج بالصاد اللي هو ب. حل لي دي معادله دي خلاص خلصت على كده. 2 في صفر بصفر يطلع باربعه. يبقى 4 بيساوي ب، يعني ب باربعه. يعني النقطه بتاعتك كانت صفر وب تبقى صفر واربعه. كده انت جبت احداثي الف واحداثي ب. عاوز منك مساحه سطح المثلث. مساحه المثلث ايه؟ نص القاعده في الارتفاع. انت لسه جايب الالف من شويه ب2 والارتفاع بتاع المثلث ب4. انت عاوز مساحته، اقول له نص في القاعده اللي هي 2 في الارتفاع اللي هو 4. يطلع معاك ب4 وحده المساحه. يبقى انا كده جبت المساحه بتاعت المثلث. يبقى انت فايده الرسومات بجيب منها النقطه. النقطه دي اسمها الف وصفر، النقطه دي اسمها صفر واربعه. هاخد النقط دي واعوض في الدال، اجيب منها الالف واجيب منها الب. اللي بعدها نفس القصه بالظبط. مفيش اختلاف، والله ما في اختلاف. بص بس على ارخم شويه. تقول لي يا استاذ هي فين؟ اهو تعال. اذا كان داله السين بتساوي دال س بتساوي 9 ناقص س تربيع. قبل ما تحل السؤال يا استاذ هعمل ايه؟ امسح اهو، شيل الدال س وحط مكانها الصاد. ماشي. تيجي ده المساله. تعال نبص للنقط يلا. الالف ها تقع على محور مين؟ السينات. يبقى النقطه بتاعتك الف وصفر عشان بتقع على محور السينات، يبقى الصاد بصفر. الجيم تقع على محور السينات، يبقى النقطه بتاعتك جيم وصفر. ممكن واحد يحط لي سالب جيم، مش هتفرق عادي يعني، ما كده كده على محور السينات. الناتج لو طلع بالموجب هناخده في الاخر بالسالب. هنا النقطه دي تقع على محور مين؟ ها الصادات. يبقى مين اللي بصفر؟ السين. يبقى صفر وب. كده انت معاك كام نقطه؟ 3. هعوض بالثلاثه. امسك اول نقطه اللي اسمها الف وصفر. يلا يا حبيبي الف وصفر السين صاد، يبقى 9 ناقص السين اللي هي مين؟ ألف، تبقى ألف وعلى تربيع. أساوي الناتج بالصاد اللي هي صفر. حلها معادلة يلا. ودي 9 الناحية الثانية، يبقى سالب ألف تربيع بيساوي سالب 9. السالب يروح مع السالب، يبقى الألف تربيع بيساوي 9. خد الجذر يطلع إن الألف موجب وسالب 3. يا أستاذ طب أنا هاخد الموجب ولا السالب؟ مش الألف دي على محور السالات الموجب؟ يبقى تاخد الموجب. يبقى النقطة بتاعتك هتبقى 3 وصفر. كده نقطة ألف. الناحيه الثانيه خلي بالك ان ده هيطلع بسالب 3 لان دي زي دي، ده اسمه محور تماثل. الخط اللي في النص ده بيقسم الشكل الجزئين قد بعض، يعني اللي دي 3 هتبقى دي سالب 3 عشان في الاتجاه السالب. لو انت مش مصدقني خد النقطه الثانيه اللي هي بتاعت الجيم، جيم وصفر اهو. هنعمل كل واحده لوحدها. هاخد النقطه الداله بتاعتك صاد بيساوي 9 ناقص س تربيع. هعمل نفس القصه اللي عملتها هنا، 9 ناقص واشيل السين واحط مكانها جيم، تبقى جيم تربيع واساوي الناتج بصفر. يبقى سالب جيم تربيع بيساوي سالب 9. السالب هيروح مع السالب، يبقى جيم تربيع بيساوي 9. خد الجذر يطلع موجب وسالب، بس هناخد السالب بس. ليه السالب بس؟ عشان هي في الجزء السالب، فهتبقى النقطه بتاعتك كام وكام؟ سالب 3 وصفر. اخر نقطه بقى اللي هي نقطه ب. تعالى يا استاذ ايه نمسح الحته دي كده عشان نعمل فيه. احنا عاوزين نقطه ج، نقطه ب اللي هي النقطه الصفر وب. يلا عوض.
دي س دي ص. المساله كانت الاصليه هناك اهي ص بيساوي 9 ناقص س تربيع. يبقى 9 ناقص الس هنا بكام؟ صفر. صح يلا بيساوي ب. خلصت على كده. 9 ناقص صفر ب9 يبقى الب بيساوي 9. كده انت جبت الب ب9 يا استاذ. يبقى النقطه دي ب3 وده على الجزء السالب يبقى بسالب 3 وجبت النقطه ب اللي اسمها 9. عاوز منك مساحه المثلث اللي هو الكبير اللي هو الالف ب ج نص القاعده في الارتفاع. قول لي كده فين القاعده؟ سامع واحد مغفل ولا استاذ انت بتوقعني في القاعده 3 وسالب 3 يبقى بصفر. هو في حاجه اسمها قاعده؟ يبقى مفيش قاعده اصلا، مفيش مثلث. لا احنا هنا بقى مش هناخد السالب عشان السالب ده معناه اشاره، فالقاعده هتبقى دي كلها اللي هي ب6 في الارتفاع اللي هو 9 واشوف الناتج ده هيطلع بكام. كده انت جبت مساحه المثلث. طبعا احنا حاولنا على قد ما نقدر نجمع الجزء الاولاني او المراجعه للوحده الاولانيه. حاول توقف الفيديو وكل مساله تحاول تحلها قبل ما انا اشرحها. الموضوع ان شاء الله هيبقى سهل باذن الله. هنزل لك في الوصف تحت امتحان على الوحده كلها. هتخلص حضرتك وجيب الامتحان، وطبعا جايب لك مع الامتحان الحل بتاعه. بس انت هتمسك الامتحان بعد ما تتفرج على الفيديو ده والمراجعه وتشوف بقى في الاخر انت تقييمك فيه كام. جبت 9 من 10 جبت 8 من 10. بس هتحل الامتحان بعد نهايه الفيديو وحط لنا بقى الدرجه بتاعتك في الكومنت تحت عشان تعرفنا انت عملت ايه. وان شاء الله هنقابلكم في مراجعه جديده لحساب المثلثات على اول درسين في حساب المثلثات ان شاء الله الفيديو الجاي.